مديري مش مقتنع بيا، اعمل ايه؟ سؤال حلو قوي. بص، اول حاجه لازم تفهمها، مش معنى ان الشخص اللي انت بتشتغل معاه اللي هو مديرك مش مقتنع بيك ان شغلك وحش. في فرق كبير بين انك انت شايف نفسك بتشتغل كويس وان في ناس حواليك بما فيهم مديرك شايفينك كويس. وده غلط كبير بيقع فيه ناس كتير. طب ايه المفروض ان انا اعمله؟ اول حاجه لازم يبقى في نوع من انواع الديالوج او الفيدباك. يعني ايه اللي انا بقوله؟ لازم تتكلم مع مديرك بشكل مباشر وتساله: انت شايف شغلي ازاي؟ انت شايف ادائي ازاي؟ اتنين، بطل تفترض ان دايما مديرك شايف اللي انت بتعمله. في شغل كتير ممتاز انت بتعمله، بس ممكن تكون انت اللي شايفه، مفيش حد تاني شايفه بما فيهم مديرك. تلاتة، الشيء اللي انت بتعمله وشايفه كويس بيجيب نتائج. اسأل نفسك، ما تبصش للموضوع كمجهود. انا هنا ما بتكلمش على بلوك كولرز او مال، انا بتكلم على نتائج. محدش بيترقى ابدا عشان تعب، الناس دايما بتترقى عشان نتائج. افتكر حاجه مهمه جدا عايز اقولها لك: في الشغل مش كفايه ابدا ان انت تكون كويس، لازم كمان الناس المهمه بما فيهم مديرك تعرف ان انت كويس. فاهمني؟